ازيكم يا بنات؟ وحشتوني جدا. فيديو النهارده هنتكلم فيه ان احنا ازاي نرسم الحاجب بطريقه صحيحه وبطريقه مظبوطه. انا النهارده في الفيديو بتاع النهارده استخدمت الاي برو اللي انا كنت عملته معاكم، وكنت نزلت الفيديو من فتره، ونزلت الطريقه بتاعته كانت ازاي. وكنت حتى قلت لكم لو الاي برو نفسه لقيته ان هو مش ثابت، انا ممكن استخدم له اي شادو باودر نفس الدرجه او اغمق درجه. اول حاجه احنا هنيجي تشريح الحاجب، سوري. هنمسك الحاجب من اول. المفروض ان انا لما باجي ارسم الكونتور ما برسموش من بدايه الانف من هنا، برسمه مفروض ان هو كده عمودي على الانف من فوق من على عظمه الانف. فالمفروض ان انا بدايه الحاجب بتاعتي، اي حاجب طبيعي بدايه الحاجب بتاعتي بتبدا من البدايه من هنا بالظبط. والمفروض ان انا طالما انا لسه ما بعرفش ارسم الحاجب بتاعي، بحط هنا في الفرشة نفسها بحط نقطة او حاجة بسيطة كده اي برو، وبعدين بحطها بحدد بيها بداية الحاجب من البداية من هنا، وبحط نقطة هنا كده زي ما انتم شايفين كده، علشان ابدأ اعرف فين بداية الحاجب بتاعتي بادئة من فين. طبعا انا هنا الفرشة دخلت جوه شوية. بداية الحاجب المفروض ان هي بادئة من النقطة دي عندي زي ما انا بدأت كده، تمام. هنيجي بقى لرفعة الحاجب اللي هو نص الحاجب بالظبط. المفروض ان انا بيبقى قدامي زي مراية كده بالظبط، والمراية المفروض ان انا بثبت وشي وعيني عليها عمودي. فهنفترض ان الكاميرا هي بالنسبة لي المراية، وبثبت البراش المفروض ان هي اول حاجة. دي الخطوة الاولى اللي هي بداية الحاجب، وانا علمت الحاجب من هنا. الخطوة التانية اللي هي نص الحاجب او رفعة الحاجب، باخد زاوية كده مثلثة، وبتبقى هي دي رفعة الحاجب، وهي دي الجزء التاني بتاع الحاجب. تالت جزء اللي هو نهاية الحاجب برضو بيبقى على نفس المستوى اللي انا بدأت بيه الخطوة الاولى. الخطوة التانية طبعا بتكون في نص النني بالظبط. الخطوة التالتة مع نهاية رسمة العين نفسها اللي هي كده بالظبط، هي دي بتبقى نهاية الحاجب بتاعي. دي الثلاث خطوات الطبيعية لأي رسمة حاجب، والطريقة دي هتسهل عليكم جدا طريقة رسم الحاجب وازاي نرسم الحاجب. اولا الحاجب عموما ليه 3 حاجات احنا ممكن نستخدمها للرسم فيه. اول حاجة الاي برو اللي هو زي الجيل كده، بيبقى كريمي شوية، اللي انا كنت عملته معاكم اللي هو ده الاي برو، تمام. وفي منه اللي هو الشادو اللي هو الباودر. احنا زي ما قلت لكم ممكن نستخدم الشادو دوت على انه للحواجب، وممكن نستخدمه على انه شادو عادي جدا، مفيش اي مشكلة. هو ده مش شرط يكون براند، مش شرط يكون حاجة اوريجينال، ممكن استخدم حاجة سيم اوريجينال زي ما اتكلمت معاكم في الموضوع ده قبل كده. تاني حاجة تالت حاجة سوري اللي هو القلم. بس انا عن نفسي ما برشحش القلم خالص، لان القلم مع كتر الاستخدام بيوقع الشعرايه نفسها وبينحل الشعر بتاع الحاجب. فانا عندي حاجات بديله للقلم. طب ايه الطرق اللي انا ممكن اثبت بيها رسمه الحاجب عموما او الحاجب عموما؟ المفروض ان انا لو مش جايبه للحاجب حاجه ووتر بروف اللي هي تبقى ثابته معايا اليوم كله، انا بحاول لو هي كريمي او جل، بحاول ان انا اثبتها بالبودر، والبودر بيخليها تقعد معايا فترة اطول الى حد ما. هما دول ال3 حاجات اللي يخصوا الحاجب عموما. وزي ما وريتكم ازاي عملنا رسمة الحاجب بالظبط بطريقة مبسطة ب3 خطوات بسيطة جدا، تقدري تعرفي البداية والنهاية والنص بتاع الحاجب بتاعك. ويلا نشوف مع بعض الخطوات ازاي وهنبدأها ازاي. واتمنى ان الفيديو يعجبكم، وتابعوني للاخر عشان تعرفوا انا عملت ازاي. باي. هنستخدم النهاردة جل اي برو اللي انا كنت عملته معاكم، وطبعا هنطبق ال3 خطوات اللي احنا اتكلمنا عنهم.
بعد كده هبدأ احدد رسمة الحاجب نفسها من تحت. اهم حاجة ما بنزلش على العين قوي من الحاجب، يعني لو انا حبيت ان انا اعرض الحاجب بتاعي بحاول ان انا اطلع فوق، ما بنزلش من تحت، علشان اخلي عندي مساحة بين العين والحاجب نفسه. وطبعا هنيجي من بداية الحاجب، ما ينفعش ان انا اتقل بداية الحاجب علشان ما تبينليش مظاهر الوش حاد قوي، وما يبقاش المنظر مش لطيف طبعا ومش طبيعي. فطبعا علشان الرسمة بتاعتي تبان انها طبيعية، ما بحطش اي برو على البرش. هو كل اللي انا بعمله من نفس الاي برو اللي انا استخدمته على بقية الحاجب، بستخدمه بس حاجة بسيطة من قدام. وطبعا زي ما قلت لكم، لو انا حسيت ان الاي برو اللي احنا عملناه مع بعض مش ثابت، هنستخدم باودر نفس اللون. وبعد كده هننضف تحت الحاجب حوالين الحاجب علشان ابرز الرسمة بتاعتي اكتر وتبان طبيعية. لو حسيت ان انا تقلته من قدام اللي هي البداية، ممكن اخففه عادي جدا بالكونسيلر او بالفونديشن، حاجة بسيطة. وطبعا في اي برو كتير ووتر بروف، بس انا اتكلمت عن اللي انا عملته معاكم، فعشان كده انا استخدمت عليه باودر. وهو ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، واتمنى ان الفيديو يعجبكم، واشوفكم على خير.